هل حضرتك تتذكر أول لقاء جمعك مع علي عبد الله صالح كان إمتى وفين؟ نعم، يعني لقاءات عديدة قبل أن أصبح باختياره طبعا سكرتيرا صحفيا وسكرتيرا أيضا له في قيادة المؤتمر الشعبي العام. يعني غادرنا الرئاسة وكنت أيضا سكرتير والوحيد بقرار من اللجنة العامة ومن رئاسة المؤتمر الشعبي العام. فكنت سكرتير مرتين، يعني مرة في رئاسة الجمهورية ومرة في المؤتمر الشعبي. كان يوم نادر، كنا نعد لاحتفالات 26 سبتمبر في منطقة الحديدة، وكنت أنا أقوم بالتجنيد الإجباري الوطني، يسموها الخدمة الوطنية. وذلك النهار كان نهار عجيب، ويكاد يكون لقاء يعني مدبر من القدر. في البداية كنا من يستعرض أمامه دوري الصاعقة، يعني عملنا فرقة صاعقة وكنت أنا أحد أفراد هذا الفريق. فهو انبهر أنه طلبة ثانوية عامة يخوضوا يعني فرقة صاعقة وأيضا يبرعوا في أداء الحركات التي يعني يتدرب الناس عليها. بعدها مباشرة يتم اختياري لألقي كلمة الخريجين الطلبة، فألقيت أمامه كلمة في ذات اليوم وفي الساعات. بعدها الخطوة الثالثة كان في زملاء ضباط يعني درسوا في الإسكندرية في البحرية، أعدوا معرض البحرية اللي هو العقدة، اللي كيف يمكن التعامل مع كل متطلبات السباحة، كل متطلبات الإنقاذ، فعاملين معرض. صادف أن الضابط الذي كان يفترض أن يقوم بشرح المعرض يعني أقدامه لم تحتمله مهابة من علي عبد الله صالح، فيعني كان لابد أن أقوم أنا بإنقاذ الموقف. فشرحت أيضا للرئيس المعرض بالكامل يعني، وكان يوم. أما في نفس اليوم بعدها عمل لنا اجتماع للمجندين، كنا في طابور نؤدي التحية، كان الطلبة من الخلف يلكزوني انه تكلم. هو لمح قال ها تفضل، الجماعة بيقول لك اتكلم. شرحنا له وضع البحرية، المطبخ، النوع الغذاء اللي يقدم، نوع الإدارة، كل التفاصيل. كان يستمع بإنصات يعني وهو واقف. فقرر أن يضيف للمطبخ منحة، وقرر أن يضيف لرواتبنا اللي كانت تقريبا 500 أو كذا ريال، يضيفها إلى 750. وكان يوم مبهج بالنسبة للطلبة، وإحنا أول معرفة. فسألني قال الصوفي قائد القوات اللواء الشرطة العسكرية هل يقرب لك؟ وهو اسمه أحمد عبد الله الصوفي كمان. قلت له بالتأكيد بيكون هذا. طلع إنه الراجل ده من مأرب وليس من الضالع. فكان أول لقاء جمع حضرتك. هذا أول لقاء. بعدها لقاءات يعني مختلفة وخصومات كمان مختلفة. يعني أنا ألفت كتب عديدة هي لا تسيء له، ولكن تنتقد أسلوب إدارته للدولة وللحكم. وبالتالي كان يغضبه ما يقرأه من مقالات تطرح أسئلة كبيرة.